وإنجازات كتير حققها الرئيس عبد الفتاح السيسي في فترة توليه الرئاسة، وكان من أهم الإنجازات دي واللي بتعد من أشهر المشروعات الاستثمارية والخاصة بالتطوير العقاري في مصر، وهي العاصمة الإدارية الجديدة. العاصمة الإدارية بتتميز بأن هي مدينة ذكية ومواكبة لإمكانيات الجيل الرابع، وفي الفيديو ده هنتكلم عن كل حاجة تخص العاصمة الإدارية. العاصمة الإدارية موقعها على حدود مدينة بدر بين طريق القاهرة السويس وبين طريق العين السخنة، ويعتبر موقعها من أهم الحاجات اللي بتميزها لأنها بتبعد 60 كيلو عن العين السخنة والسويس، وكمان بتبعد عن القاهرة 60 كيلو. مساحة العاصمة الإدارية حوالي 714 كيلومتر، واللي بتعادل مساحة دولة سنغافورة وبتعادل 4 أضعاف ولاية واشنطن. واللي ما يعرفوش ناس كتير إن العاصمة الإدارية الجديدة أخذت 3 مراحل في بنائها بسبب مساحتها الكبيرة اللي وصلت لأكبر من مساحة دول وعواصم مهمة. طب إيه هي مميزات العاصمة الإدارية الجديدة؟ العاصمة الإدارية تميزت بالتصميم بتاعها واللي اتنفذت بتوجيهات من سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، واللي كان من أهم توجيهاته إن المدينة تكون مدينة خضراء بينتشر فيها الحدائق والأشجار، خصوصا إن تصميم العاصمة الإدارية الجديدة مستوحى من تصميمات أوروبية وعالمية، وفيها بحيرات صناعية ونظم توليد كهرباء وسهولة إتمام المعاملات الحكومية واتساع الشوارع وسهولة التنقل فيها. وفي ناس كتير تقولك طب هي العاصمة الإدارية الجديدة دي هيكون فيها خدمات؟ يعني هنعرف نشتري حاجتنا ونودي ولادنا المدارس وغيره وغيره؟ من ضمن اهتمامات الدولة بالعاصمة الإدارية الجديدة اهتموا بتوفير المرافق والخدمات اللي بتساهم في رفع مستوى العاصمة الاقتصادي. ومن أهم الخدمات والمرافق اللي موجودة في العاصمة المدارس الدولية واللغات والحكومية، ده كمان غير مراكز التحكم الأمني وهو انتشار أكتر من 6000 كاميرا منتشرة بين أرجاء المدينة، ده غير كمان المولات والمتاحف والمشاريع. ومن أبرز مشاريع العاصمة الإدارية الجديدة حي المال والأعمال، واللي بلغ حجم استثماراته أكتر من 3 مليار دولار، وبيضم مباني ووحدات تجارية وترفيهية وسكنية وبنوك ومؤسسات مالية، غير بقى أكبر سلسلة حدائق في العالم وهو النهر الأخضر. وكان سبب تسميته كده هو تعزيز دور نهر النيل، وهو عبارة عن حديقة كبيرة في وسط العاصمة بمساحة أكتر من 1000 فدان وطوله أكتر من 10 كيلومتر. واللي بيميز المشروع ده إنه مش مجرد منتزه بس، لأن بتوصل مساحته ل6 أضعاف مساحة السنترال بارك في نيويورك، وهو كمان مشروع لإعادة تدوير ومعالجة المياه. ومن أهم المرافق مسجد الفتاح العليم، واللي بيعتبر أكبر مساجد الوطن العربي والشرق الأوسط لأن بتبلغ مساحته 250 ألف متر، وقدرته الاستيعابية بتوصل لأكتر من 17 ألف مصلي. هنيجي بقى للقطر الكهربائي واللي بيعتبر من أهم الإنجازات اللي تم تنفيذها في العاصمة الإدارية الجديدة، واللي امتد بطول 103 كيلو متر وبيرتبط بمترو الأنفاق من خلال محطة عدلي منصور، وكمان بيلتقي بمونوريل العاصمة الإدارية، وهيرتبط بالقطر الكهربائي السريع بالعلمين والعين السخنة. غير بقى برج العاصمة الإدارية واللي أطلقوا عليه البرج الأيقوني، واللي بيعتبر أطول برج في أفريقيا ووصل ارتفاعه 385 متر وبيتكون من 79 طابق، ومن المفترض إنه يضم شقق سكنية وفنادق ومكاتب إدارية وسوق للذهب ومجمع سينما ومسرح. وبتضم العاصمة الإدارية الجديدة كمان متحف عواصم مصر واللي بيحكي قصص عواصم مصر عبر التاريخ، وفي قاعة عرض رئيسية بتضم آثار من عواصم مصر، غير كمان استاد مصر واللي من المفترض إن هو هيساع 90 ألف متفرج. وكمان بتشمل العاصمة الإدارية الجديدة على أحياء سكنية وحي حكومي وحي الأعمال والكومباوندز المختلفة، وبكده تكون حققت العاصمة الإدارية المعادلة الصعبة وأصبحت مدينة شاملة كاملة مطابقة للمواصفات الأوروبية، وده إنجاز من ضمن إنجازات كتير.